عمركم حسيتوا ان التربية اللي انا اتربيتها دايما من صغري او من طفولتي او مع اهلي طول السنين اللي فاتت ولحد دلوقتي، او ان انا حتى اتجوزت، او ان انا حتى سبت البيت، او ان انا ايا كان ايه الموضوع، قلت دايما ان انا مش عايزة اكرر نفس تصرفاتهم اللي انا كنت دايما بكرهها، واللي انا كنت حاسس دايما ان الحاجة دي بتأذيني. فانا كنت دايما شايف من وجهة نظري ان انا بتأذي في البيئة دي، انه بيمارسوا عليا تصرفات معينة، كان دي بتستنزفني، كان دي بتحسسني ان انا بكتم مشاعري، كان دي بتحسسني ان انا بنعزل لوحدي، بتضايق، بنجرح. حاجات كتيرة قوي كنت بتعرض لها، فعشان كده انا كنت دايما مش عايزة اطلع زيهم، او ان انا اسيب لهم البيت، او ان انا انفصل عنهم. فكان دايما عندي رغبات في الحاجة دي. طب انا ليه دلوقتي بعد ما كبرت لقيتني تلقائيا بعمل نفس التصرفات بتاعتهم؟ لا، ومش بس كده، انا بقيت حرفيا نسخة منهم، لدرجة حرفيا انا بقيت بكره نفسي. يعني انا اوقات بحس ان انا ازاي طلعت للحاجة اللي انا كنت طول الوقت رافضاها وشايفاها بتأذيني، فانا بقيت الشخص المؤذي اللي انا كنت طول عمري رافضاه. فازاي اتحولت وبقيت نفس الشخصية اللي انا كنت طول الوقت رافضاها؟ الصراعات اللي دايما بتواجهنا واحنا اطفال في البيئة اللي احنا كبرنا فيها دايما بتبقى خفية، يعني بتبقى دايما في العقل اللاواعي، بتختلف من شخص للتاني مدى تعمق الصدمة، ورا واحدة ورا واحدة، مع وجود اضطرابات تانية ولا لأ، مع يعني مهما كان المشاكل النفسية اللي الشخص بيتعرض ليها في بيئة معينة، مش شرط اوقات ان هي تنقلب لاضطراب او تنقلب لصدمات، تنقلب لحاجات معينة هو بيحاول يصارحها جواه. فالموضوع ده ممكن يتحل بعد كده في خطوات معينة في حياة اي حد مننا، وفي نفس الوقت الحاجات دي او الحياة اللي هو عاش فيها او اتربى فيها ممكن تتراكم للأسوأ يوم عن يوم، فتتحول مثلا لاضطرابات نفسية، تتحول لمشاكل نفسية، تتحول اعمق، يعني مشاكل نفسيه اعمق، تتحول ان الشخص يدخل في صراعات ويدخل في حاجات كتيره جدا وصدمات خاصه بالطفوله دي. فدايما الحاجات دي بتحصل اوقات بشكل لا واعي، الى ان يبتدي يظهر الحاجه دي في شكل اضطرابات مثلا معينه. ابتديت اتعصب كتير، ابتديت ان انا يجي لي قلق، ابتديت ان انا يجي لي اكتئاب، ابتديت ان انا يظهر بعض مشاكلي اللي خاصه ببعض الجوانب. بما اننا دايما بنتكلم على ADHD، دايما عشان بيبقى فيه نقص مثلا في الدوبامين او مشاكل في الدوبامين، ده بيساعد بعد كده ان الشخص يتحول بسهوله ان هو يروح لاضطرابات تانية. وطبعا الاقرب للمواضيع اللي كده ان هو دايما بالنسبه للموضوع بيبقى سهل ان هو يجيله اكتئاب او يجيله قلق، فده اللي بيضرب الحتة دي. فدايما الناس اللي هتبقوا اتربوا في بيئة صعبة من هم أطفال هيبقى عندهم في الأغلب صدمات، وليها علاقة أو بتتطور أوقات لو الحاجة دي كررت مرة ورا التانية. أوقات بتوصل حتى لاضطراب ما بعد الصدمة، وأوقات يبقى بتوصل لاضطراب ما بعد الصدمة المعقد حرفيا، من كتر كم الصدمات اللي بياخدوها واحدة ورا التانية. لو الصدمات دي قوية، لو كانوا بيعتدوا لاعتداء نفسي، اعتداء جنسي، اعتداء جسدي، ايا كان هما بيتعرضوا لايه. فالموضوع بيختلف من شخص للتاني على حسب الصدمة بتاعته. فانا وانا طفلة هبقى بكره التصرفات اللي اهلي بيعاملوني بيها، ايا كانت التصرفات دي ليها علاقة باعتداءات او ليها علاقة باعتداء نفسي. يعني حرفيا ان هما كانوا دايما مثلا على سبيل المثال بيقللوا مني، بيقارنوني، بيحسوني ان انا ولا حاجة، بيحسسوني ان انا مش كفاية، بيحسوني ان انا مش احسن حد، بينتقدوني، بيتنمروا عليا، بيحسسوني ان انا حرفيا ماليش قيمه. او يا اما كبرت في بيت حرفيا في صراعات ما بين اب وام مش مستقرين، البيت مش مستقر، او البيئه اللي انا نشأت فيها مش مستقره، دايما فيها صراعات، دايما فيها صوت عالي، عدم امان. وده ادى ان انا كنت مثلا اشوف صوره الاب في شكل معتدي على الام، واوقات الام دي اوقات بتبقى ساكته بشكل سلبي، فبالتالي دايما مكسوره وساكته ما بتتعاملش، الاب ده هو اللي معتدي. او العكس على فكره، في بعض الامهات ممكن تروح مثلا، او اب او ام يمشوا في سكك الخيانه مثلا، الخيانه، وان هم يدخلوا البيت بعض كتير قوي من المشاكل، ويبقى في ناس دايما بتصارع على استقرار البيت. الحاجه دي عمرها ما بتحصل، فهم دايما طول الوقت في خناقات، طول الوقت في مشاكل. فده تفرق ساعتها ان الشخص ده يبتدي يكسر المفاهيم الاساسيه في استقباله للحب، حتى لو اوقات كتيره، لو للاسف التاثير ده حصل من سن مبكر قوي، يعني في اول سنه سنتين ثلاثه لعمر الشخص ده، فهو بياخد الحب او بيستمد الحب وقيمته لنفسه من حب الام ليه،
بعد كده حب الاب، بعد كده البيئه اللي حواليه. فلو كان في مشكله في احد الطرفين اللي هو الام والاب، هيبتدي يحس ان هو برضه في مشكله. تمام. فلو الشخص ده ما كانش متواجد دايما، الشخص ده ما كانش بينشأ له بعض ردود الافعال اللي ما بعد الموقف فيعوضوا عن المشاعر دي، حاسس ان هو لا يفرق او كل الكلام ده، او اما بيباشر ضده برود في المشاعر، حاجات معينه ملهاش في ان هو يحتوي، يحضنه ويطبطب عليه، يحتوي مشاكله، كل الحاجات، حتى من اول الرضاعه، من اول فكره ان انا احضن الطفل، العبه، ان انا ابقى معاه، ان انا اسمع له، كل الحاجات دي بتفرق في نشأة الطفل من سن صغير. الشديد بشكل غير واعي، الطفل اللي بيتربى في البيئة دي، باختلاف كل المشاكل اللي بتؤدي إلى حدوث مشكلة معينة أو صدمة معينة وكان إيه الموضوع، بينشأ اللي هو أنا طبعا مش عايز الحاجة دي، بس ما بيبقاش مدرك الحاجة دي بشكل قوي. أنا ببقى مش عايز الحاجة دي، بس في نفس الوقت مش مدرك أبعادها، لسه أنا تحت التخدير، لسه إن أنا طول الوقت في البيئة دي. فجهازي العصبي دايما في وضع الإنذار، مش بيدرك بياخد وضع ايه، وضع الحمايه، وضع ان هو بيحاول يحميني، مش يدرك المفاهيم اللي ما وراء الحاجات دي، ما وراء التصرفات دي. ده بيتخزن بشكل لا واعي، يعني انا ما ببقاش قادر احلله او ادركه. في حاجات كتيره المشاكل دي هتبتدي تظهر في اوقات مختلفه، فبتبتدي بعد كده بقى تتراكم جوايا في مشاعري، ان انا ابتديت اكبت مشاعري، اكبت نفسي، ما بعبرش بشكل كفايه عن نفسي. دايما الحاجات اللي بتحصل دي اتجاهي بقيت اترجمها ان انا شخص ما استاهلش، او ان انا حتى اتربيت في بيئه اب وام توفوا من وانا صغير، ما كانوش دايما موجودين، فانا لما كنت بحتاجهم ما بلاقوهمش دايما، فحسيت بشعور قوي جدا بالفقد لدور الاب او دور الام في حياتي. فكل ده لما بيحصل بيحسسني ان لا انا ما استاهلش، انا فيا مشكله، انا لا استاهل ان انا اجي على نفسي عشان ارضي الناس، استاهل ان انا لازم ادفع في المقابل. الحب اللي انا باخده مثلا حب مشروط، يعني لازم ادفع قصاده حاجات كتيره جدا عشان اقدر اخده، على عكس مثلا الحب الاباء، لا هو حب غير مشروط، او ان انا عارف طول الوقت ان انا لما اروح اتعامل مع امي او مع والدي انا هلاقي دايما الحب غير المشروط والدعم وان هم دايما ساندني. لا انا كنت دايما بلاقي حاجات غير متوقعة، دايما بنشأ في بيئة صعبة ان احنا نستقر فيها، فدايما حتى برضو التعاملات اللي بتختلف طول الوقت، وشوية يضحكوا في وشهم وشوية يتعصبوا عليهم وشوية يكرهوهم وشوية، فبيحسوا ان الحاجة دي مش دايما، فبيبقى دايما المخ واخد وضع التوقعات. طب انا اعمل ايه اللي يرضيهم؟ طب هل هيبقوا مبسوطين ولا هيتخانقوا معايا؟ هل مش عارفه، كل الحاجات دي بتخلينا ننشأ كده في احتماليه اتجاه لا الحب ده مشروط، انا فيها مشكله، فازاي ارضيهم؟ ابتدي اراقب ابسط الاشياء، فدايما ابقى مدرك ايه وراء الاصوات، بركز زياده عن اللزوم، حاجات معينه ممكن تعصبني، حاجات معينه ممكن تخليني فجاه اثور، حاجات معينه ممكن تخليني فجاه الحاجه دي تحصل بشكل صعب قوي، فانا اكتم حزن وغضب كتير قوي جوايا، حتى لو انا بينت من بره ان انا مبسوطه، ان انا ما عنديش اي مشكله. فمشاكلي تكتر، خناقاتي تكتر، العلاقات انهيها بسرعه او اسيبهم قبل ما هم يسيبوني، حاجات كتيره جدا. كل ده بيحصل بشكل غير واعي، ابقى بفتكر ان انا بزعل، بتضايق من مواقف بجد حقيقيه. فالى ان ابتدي اكبر مثلا وابتدي الاحظ ان في انماط بتتكرر دايما، فابتدي كده لحظه كده اقف الاقي نفسي، هو انا ازاي بقيت نفس النسخه اللي انا كنت دايما بهرب منها؟ هو ازاي ده حصل؟ الفكرة ان دايما احنا بنبقى في حاجات بتتكسر جوانا من طفولتنا، مبادئ معينة بنتربى عليها بشكل لا واعي، بننشأ عليها، في ان احنا مثلا نعمل ايه، نرضي الناس على نفسنا، ان احنا يبقى عندنا غضب زيادة، ان احنا يبقى عندنا مشاكل في العلاقات، ان احنا يبقى عندنا مشاكل في حاجات ليها علاقة بالتحكم في مشاعرنا، في عواطفنا، في حاجات كتير خاصة بينا. فانا فاقدة السيطرة على جوانب خاصة بشخصيتي، ما عنديش وعي كافي انا مين، لان انا اضطريت مع الوقت ان انا ابعد عن نفسي، وان انا اركز مع الناس واشوف ازاي ارضيهم، فواحده واحده بقيت مش نفسي. فدخلت في مشاكل مثلا ليها علاقه بالتعلق، دخلت في مشاكل ليها علاقه بالسلوك الادماني، دخلت في مشاكل كتيره جدا ليها علاقه بناء على نشأة اللي انا نشأتها في طفولتي. فلما اجي انا بشكل واعي تماما اقول لنفسي انا عايزه ابقى كويس، انا عايزه ابقى احسن حد، انا عايزه ابعد عن الحاجات الوحشه دي، لان فعليا نتحول لصدمه صعبه جدا. القرارات اللي احنا بناخدها في مواقف كتيره جدا بشكل واعي حوالي 5% بناخد بس
القرارات دي بنسبة 95%. القرارات دي بشكل لا واعي بناخدها. يعني بمعنى انا افتكر بشكل سطحي ان انا اتضايقت عشان مواقف معينة، انا فعلا اتضايقت عشان الشخص ده اتصرف معايا بالشكل ده، لكن للأسف الشديد أنا عندي في العقل اللاواعي في سيناريو كامل ما وراء الشخص ده. ممكن يكون الشخص ده طلب مني حاجة بسيطة جدا، بس النبرة دي كان في حد بيستخدمها في حياتي، فأرسم سيناريو كامل لتصور الشخص ده في دماغي مثلا، فأقطع العلاقة، فأتعصب، فيحصل حاجات كتيرة جدا في علاقتي بالشخص ده، أو يا إما المواضيع تكبر أكتر من حجمها. نفس الموضوع اللي كنت بتكلم فيه، إن ده بيخلينا أوقات كتيرة جدا بنرضي الناس على حساب نفسنا. فانا لما برضي الناس على حساب نفسي، لان انا من جوايا ببقى حاسه ان الحب كان دايما مشروط. الحب كان دايما، انا لو حسيت ان انا هضطر ان انا اتقبل نفسي زي ما انا والناس تتقبلني، وان انا استقبل الحب ده بشكل سوي، واقدم بشكل سوي، واخد بشكل سوي في نفس الوقت، انا ما عنديش الحته بتاعه العلاقات الصحيه دي. فانا حتى لما اشوف ناس، وده اللي بيخلينا نجذب نفس العلاقات لحياتنا. ونجذب هنا مش معنى قوة الجذب وعلوم الطاقة والكلام ده، لا. بمعنى أنا دلوقتي لو اتعاملت مع 3 شخصيات، لما اجي اتعامل مع العلاقات الصحية هتوتر وخايف، لان انا متعودتش استقبل على هذا الشكل. المخ تعود ان هو يعيش بالطريقة دي، فمكان ما انت هتعلمني الحاجة اعيش ازاي، انا بقيت عايشة على هذا الوضع. فابتديت احس ان انا اوقات في طفل بيكون منبوذ مش عارف يكون صداقات، ان هو حاسس نفسه مختلف عنهم، حاسس نفسه ان هو في بعض المشاكل. ممكن ده يحصل في جزء معين من الطفولة، واوقات ممكن يحصل في مراحل معينة. لما يتخطى صداقات معينة، مثلا فترة المدرسة هيبتدي يروح مثلا فترة اللي يروح الجامعة أو يتنقل مدرسة تانية، أو يا إما يروح مثلا أو بعد كده يشتغل، أو أيا كان إيه البيئة اللي هيتحط فيها، فيقابل فيها ناس مختلفة، فيحس فيها إن هو منبوذ أو هو محدش متقبله، فيبتدي ساعتها تظهر بعض المشاكل. فهو لو لقى الناس اللي تعاملوا بنفس الطريقة اللي هو تعود عليها، هينجذب لهم بشكل أقوى، هيتعامل معاهم بشكل اقوى، هيفضل يديهم 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 عشان هو يحس لنفسه ان انا استاهل الحب، ان انا بحط الناس اولويه عني، وابقى فاكره ان انا برضو بختار نفسي، وان انا ما اخترتش اكون مع الناس اللي هم علاقاتهم صحيه علشان انا مبقاش مدرك طبعا ان دي علاقه صحيه، او ان انا مبقاش مدركه في وقتها ان دي علاقه صحيه. فببتدي اعمل ايه؟ ابتدي واحده واحده احس اللي هو لا انا مش مرتاحه، انا لا بحس ان مش معاهم احسن حاجه. فبعد كده ده اللي يخليني اسهل بالنسبه لي ان انا اروح لنفس الناس اللي اتعودت معاهم على نفس الحاجه اللي انا كنت دايما بستقبلها في علاقاتي. فده اللي بيخلينا اوقات كتيره برضو الموضوع بيختلف من شخصيات للتانية على مدى تاثير البيئه اللي حواليها. يعني ممكن الشخص ده يبقى بيتربى في البيت بشكل معين، بس مثلا جدة الطفل ده تربيه بشكل معين، جدة الطفله دي تربيها بشكل معين يكون سوي اكتر عن اللي حصل في البيئه دي، فده يفرق معاه، او حد من العيله، او حد في محيطه، او حد في ايا كان ايه الشخص ده، او مثلا حتى صداقات يعيشوه التفاصيل دي بشكل احسن. الموضوع ده ممكن ياخد وقت كبير الى ان يبتدي يتكسر واحده واحده، ويبتدي يفرق ان الشخص يشوف الموضوع بشكل مختلف، فتفرق في نشأته ان هو يطلع بشكل سوي، حتى ولو هيكون في بعض التأثيرات. فالتأثيرات دي بتفرق من شخص للتاني. ممكن الشخص يكون قادر يبشر حياته بشكل عادي جدا، بس عنده بعض الجوانب اللي هو مش قادر يعبر عنها بشكل قوي، فواحدة واحدة بيشتغل عليها، واحدة واحدة عنده مشاكل. فكده كده كلنا عندنا بعض الفراغ ده في حاجة معينة عمرها ما تتملي، كلنا. بس مش طبيعي طبعا ان احنا نكون بنتعرض لصدمات، ان احنا طول الوقت عندنا مشاكل في ان احنا نبشر حياتنا. فكل الحاجات دي لما تبتدي تتراكم زي ما قلت، الموضوع بيبتدي واحده واحده يتحول لاضطرابات، لمشاكل، فساعتها يبتدي يحصل مشكله، او يبتدي ينعكس ده على ان انا اتعب جسديا، ان انا يجيلي امراض مزمنه، ان انا يجيلي بعض المشاكل بشكل جسدي، وده بيبقى بيحصل بشكل نفسي اصلا. فده اللي بيخلينا اوقات كتيره جدا بنقع في نفس الدايره دي، نفس الحته دي. فبعد كده كل ده بيحصل انا ما بقاش مدركه. طب انا لو ما لقيتش الشخص اللي يدعمني في البيئه دي، او ان انا دايما الصداقات اللي انا عملتها من وانا طفله كان برضو ليها علاقه بنفس تصرفاتي، فانا ابتديت برضو انجذب لنفس نوعيه الصداقات دي، فاختار دايما الشخصيات اللي شبهي. فانا لما ابتدي اكبر وابتدي اروح لبيئات مختلفه عن الصداقات دي، احس بالوحده، احس ان انا فيها مشكله. فواحده واحده هبتدي احس ان انا
اكره نفسي زياده، ابعد عن نفسي زياده. او يا اما امشي في سكه ان انا اعتمد على نفسي، ابتدي اكتشف نفسي، طب انا ايه مشاكلي. فلما ابتدي اخش في بيئات كمان هاديه بعيدا عن البيئه اللي انا كنت فيها طول الوقت، فيها صراعات، فيها مشاكل، فيها عدم امان، فيها حاجات كتيره جدا خاصه بيا، هبتدي واحده واحده احس بالمشكله، يا اما في مواقف معينه هتظهر الحاجه دي، يا اما لما واحده واحده هبتدي اقعد مع نفسي فافتكر المواقف اللي انا تعرضت لها. واحده واحده هيبتدي يجيلي في ضيق في تصرفات معينه، انا مش قادره، انا بتعصب بطريقه معينه، الاقيني فجاه واحده بطلع تصرفات غريبه بالنسبه لي، والاقي ان فجاه واحده بحول نفس العلاقات او بالذات العلاقه العاطفيه لنفس الاجزاء او نفس التعامل اللي خاص بالعلاقات اللي انا كنت بهرب منها.